انهيار وغضب داخل الزمالك بعد ضياع الكونفدرالية. حصلت اتهامات واشتباكات في أوضة اللبس بعد الخسارة القاتلة قدام اتحاد العاصمة. قدر أحمد فتوح وحسام عبد المجيد إنهم يتدخلوا بسرعة لإنقاذ الفريق قبل حدوث أي مشكلة، وطلبوا من اللاعبين بنسيان ضياع البطولة والتركيز على المباراة اللي جاية قدام سيراميكا. والزمالك في طريقه لإسعاد الجمهور ومصالحته في مواجهة مصيرية في الدوري المصري، لأن أي تعثر ممكن يضيع اللقب من إيده في اللحظات الأخيرة، يحول الموسم لكارثي بمعنى الكلمة. وفي نفس الوقت انتشرت تقارير بتأكد إن الزمالك هيعلن قريب عن راحلين عن النادي. والمفاجأة بقى الأكبر هي إن التقارير أكدت إن محمد عواد بقى قريب جدا من الانتقال لنادي بيراميدز، صفقة مالية مغرية ممكن تساعد بيها الزمالك على حل جزء كبير من أزمته المالية. يلا بقى قول لنا رأيك، انت شايف ان الزمالك هيقدر ينجح في انقاذ الموسم وحسم لقب الدوري المصري ليه ولا لا؟ لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.